علاج بطانة الرحم المهاجرة الاندومتريوزس هي حالة مزمنة لا يمكن الشفاء منها تماما حتى بعد سن اليأس، حتى بعد استئصال الرحم والمبايض، حيث يمكن أن تعود نشاط هذه الأنسجة المهاجرة إذا لم تتم إزالتها جميعا، وذلك حتى لو أن المبيضين قد أزيلوا، لكن البؤر ما زالت قادرة على الاستجابة لمستويات منخفضة جدا من الاستروجين من مصادر أخرى. المصادر الأخرى الموجودة في جسم السيدة اللي هي الغدة القذرية الادرينال جلاند بتنتج أندروجينات بتتحول في الدهون إلى استروجين بنسميه استرون. كمان النسيج الدهني الفات تيشو في انزيم اسمه اروماتيز اللي بيحول الاندروجين الى استروجين. كمان أنسجة بطانة الرحم المهاجرة نفسها فيها أروماتيز بالإنزيم وبيقدر ينتج استروجين موضعي، هو نفسه النسيج بينتج الهرمون بتاعه. ده معناه ان البؤر نفسها ممكن تغذي نفسها بالاستروجين وتفضل نشطة. بطانة الرحم المهاجرة كمان غير انها بتفرز هرمونات، لا دي بتفرز مواد التهابية زي البروستاجلاندين والسيتوكينات، دي بتسبب ألم مزمن حتى من غير وجود هرمونات. كمان التليف والالتصاقات ممكن يسببوا ألم مزمن حتى بعد إزالة المصدر الهرموني. كمان في بعض السيدات الألم بيبقى ناتج من تغيرات في الجهاز العصبي المركزي حتى لو مفيش بؤر فعالة. الألم بيستمر لأن المخ بيبقى مبرمج على إحساسه بالألم حتى بدون مسبب عضوي واضح. تتوفر العديد من العلاجات التي تساعد في السيطرة على الأعراض وتخفيف الألم وتحسين جودة الحياة. بنقسمهم لعلاج دوائي وعلاج جراحي وعلاج تكميلي وداعم. بيعتمد اختيار العلاج على حدة الأعراض، رغبة السيدة في الحمل، السن، درجة تقدم الحالة. أولا العلاج الدوائي للأدوية. بيهدف العلاج الدوائي إلى تقليل نمو أنسجة بطانة الرحم المهاجرة عن طريق التأثير على مستويات الهرمونات، خاصة هرمون الاستروجين الذي يحفز نمو هذه الأنسجة. بتشمل الأدوية المستخدمة أول حاجة مسكنات الألم مثل مضادات الالتهاب غير الاسترويدية اللي هي NSAIDs ناسيدز مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، بتخفف الألم الخفيف إلى المتوسط. كمان العلاج الهرموني نقسمه لحبوب منع حمل مركبة بتحتوي على هرمون الاستروجين والبروجسترون وبتعمل على تنظيم الدورة الشهرية، تقليل الألم، تقليل النزيف. كمان العلاج الهرموني في البروجسترون على شكل حبوب، حقن، زرعات تحت الجلد زي النكسبلانون أو اللولب الهرموني مايرينا، بيعمل على تقليل نمو بطانة الرحم المهاجرة. كمان عندنا خاصة في قراص اسمها فيزان فيها مادة اسمها دايونوجست، دي حاجات حديثة وفعالة جدا بتثبط نمو بطانة الرحم. في كمان في الهرمونات مناهضات الهرمون المطلق الموجه للغدد التناسلية، مقلدات أو مضادات، يعني GnRH agonist أو GnRH antagonist زي اليوبروليد، بيعمل على إيقاف إنتاج هرمون الاستروجين مما يؤدي إلى تقليص أنسجة بطانة الرحم المهاجرة، بس ممكن يسبب أعراض تشبه سن اليأس المؤقتة. كمان عندنا مادة اسمها دانازول، دواء أندروجيني بيقلل من إنتاج الاستروجين ولو آثار جانبية للإندروجين زي التستوستيرون زي زيادة الوزن، ظهور حب الشباب. كمان عندنا في العلاج الهرموني مثبطات الأروماتيز
اروماتيز انهبيتور، دي ادويه بتعمل على خفض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم. كمان في ادويه مركبه حديثه زي الريلو جوليكس، زي في استرادايول ونور سيسترون، زي دواء اسمه ريكو، وده بيوفر علاج فموي يومي بيجمع بين حجب الهرمونات المسببة للمرض وتزويد الجسم بالهرمونات اللازمة لتقليل الآثار الجانبية. تاني عندنا حاجة في العلاج هي العلاج الجراحي. بتعتبر الجراحة خيارا في الحالات التي لا تستجيب للعلاج الدوائي، أو عندما تكون الأنسجة المهاجرة كبيرة وتسبب أعراض شديدة، أو عندما يكون هناك رغبة في الحمل. بتشمل الخيارات الجراحية كذا حاجة. أول حاجة أنواع الجراحات عندنا جراحة المنظار لاباروسكوبي، ودي أكثر شيوعا وبنسميها الستاندرد، يعني الأساس بتاعنا، وهي جراحة تحفظية. بندخل منظار رفيع مزود بكاميرا وأدوات جراحية دقيقة عبر شقوق صغيرة في البطن، وبنحافظ على الرحم والمبيضين. الجراحة دي بتساعد على تخفيف الألم. الهدف منها ان احنا بنزيل بؤر انسجة البطانة المهاجرة، او بنعمل كي او حرق لبؤر انسجة البطانة المهاجرة، او بنعمل استئصال بؤر انسجة البطانة المهاجرة. تاني حاجة بنعمل كمان فك للتصاقات، وبنعمل كمان ممكن استئصال الاكياس الدموية لو موجودة. ما هي ميزة المنظار ده؟ ان احنا فترة النقاهة بتبقى قصيرة، الألم أقل بعد الجراحة، وكمان بنحافظ على الخصوبة. تاني نوع من الجراحات دي اللي هي اللاباروتومي، اللي بنسميها جراحة مفتوحة، قليلة الاستخدام حاليا، بنستخدمها للحالات المعقدة ولما يكون المنظار غير ممكن، فبيتم فتح البطن جراحيا. كمان في جراحات بقى من لما نفتح جراحات مخصصة للخصوبة عند السيدات الراغبات في الحمل. الجراح بيركز على إزالة البؤر بدقة مع الحفاظ على الأنسجة السليمة عشان يقلل الضرر على المبيض. عندنا في الجراحات دي بنبقى جراحات جراحة استئصال الرحم زائد أو ناقص استئصال المبيض. طبعا دي السيدة اللي مش عايزة حمل بنعمل لها هذا العلاج، وكمان لو المرض شديد جدا أو متكرر. استئصال الرحم والمبيض لا يضمن الشفاء التام قلنا من بطانة الرحم المهاجرة، حيث يمكن أن تعود الأنسجة المهاجرة إذا لم يتم إزالة جميعها، خاصة إذا كانت موجودة خارج الرحم. في نقاط مهمة بقى، أن الجراحة دي مش علاج نهائي، في نسبة رجوع للمرض بعد سنوات من 20 ل 50% حسب الحالة. فأحسن حاجة الجمع بين الجراحة والعلاج الهرموني، بيساعد أنه يقلل الانتكاس. ولازم الجراح اللي بيعمل العمليات دي بيكون جراح خبير فيها، عنده خبرة في الجراحة الدقيقة، بتفرق فيها النتيجة. تالت حاجة في العلاجات اللي هو العلاج التكميلي والداعم، بيبقى بالإضافة إلى الأدوية والإضافة إلى الجراحة، زي مسكنات الألم بدون وصفة طبية عشان يخفف الألم الخفيف أو المتوسط. عندنا علاج الطبيعي خاصة لعضلات قاع الحوض لتخفيف الألم والتشنجات. عندنا التغذية، بنتبع نظام غذائي مضاد للالتهابات يشمل زيادة تناول الدهون الإوميجا 3 ومضادات الأكسدة والفواكه والخضروات، وتجنب السكر والأطعمة المصنعة والدهون المتحولة. كمان عندنا الطب البديل والتكميلي زي الوخز بالإبر بيساعد في تخفيف الألم، التأمل واليوجا للمساعدة في إدارة التوتر والألم، التدليك يساعد في تخفيف التوتر العضلي، الحجامة تساعد في تدفق الدم. عندنا كمان إدارة التوتر يمكن أن يزيد من حدة الأعراض، لذا فإن تقنيات الاسترخاء مفيدة. كمان عندنا الأعشاب زي الكركم والبابونج والنعناع، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها. عندنا كمان الراحة الكافية، تحسين الصحة العامة. في بقى علاجات زي علاج الخصوبة لو في رغبة في الحمل، ان بعد الجراحة تحسن فرصة الحمل، ممكن نلجأ للحقن المجهري او وسائل مساعدة اخرى لو استمر تأخر الحمل. ملاحظة
هامة: لا يوجد علاج واحد يناسب جميع حالات بطانة الرحم المهاجرة. بيحدد الطبيب أفضل خطة علاج بناء على حالة المريضة الفردية وأهدافها. طبعا التعاون مع فريق رعاية صحية متخصص في بطانة الرحم المهاجرة يمكن أن يحقق أفضل النتائج. حتى بعد الجراحة قد تعود الأعراض، لذلك قد تحتاج بعض النساء إلى علاج مستمر طول العمر. وشكرا، وإلى حلقة أخرى. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.